المجلس الوطني سيد قراره، لكن دائما كان حزب العداله والتنميه حزب مسؤول وحزب واقعي، حزب مناضل، ولكن ايضا هو حزب يستحضر كافه المعطيات التي ينبغي استحضارها في الاوقات الصعبه. نحن نعيش وقت صعب. الامانه العامه عبرت عن موقفها. في تقديري ان المجلس الوطني إن كانت له الحرية في أن يعبر عن المواقف التي يريدها، فهو لن يخرج عن الإطار الذي حدده الأمن العامة، خاصة وأن جلالة الملك احترم المنهجية الديمقراطية. كان عندنا الأمين العام للحزب للأسباب التي تعرفون أو قد لا تعرفون، وقع تعيين شخص ثاني من الحزب. هذا الشخص كان هو الرجل الثاني في المؤسسة الحزبية وفي الترتيب الحزبي. شنو الشيء الذي لا نعرفه؟ إذن هذا يعني أن جلالة الملك احترم المنهجية الديمقراطية مرتين، مرة وهو يعين من حزب العداله والتنمية، ومرة وهو يعين الرجل الثاني في الحزب. إذن بالنسبة إلينا لا يمكن في رأيي إلا أن نذهب إلى الأمام ونساند هذا التعيين ونؤيده، ولكن مرة أخرى الأمانة العامة أمانة عامة، والمجلس الوطني المجلس الوطني، وهذان المؤسستان دائما كانتا في تناغم، لكن ليس هناك ما يمنع أن تكون هناك تعبيرات أخرى أو مواقف أخرى، وهي الأمر وهي ما أستبعده، أقول ما أستبعده.